يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أفضل يوم وأفضل لحظة النهاردة سمعناها لما سمعنا القاضي بيدي المؤبد للمجرم الظالم اللي ما ينفعش نقول عليه متهم، لأن المحكمة نفسها قالت عليه مجرم وطاغي وفاسد وعنده لا أخلاق ولا إنسانية ولا ضمير. الحمد لله الحمد لله والله أكبر ولله الحمد. النهارده المحكمة حكمت بالمؤبد للظالم والذئب البشري، مغتصب الطفل المحترم اللي أهله محترمين، اللي أمه 6 مليون راجل وخد 25 سنة أشغال شقة. وإن شاء الله عقبال التلاتة التانيين، المدرسة والدادة والظلمة المجرمة مديرة المدرسة. اسمع معايا التفاصيل كاملة بعد الفاصل. صبر كام؟ أهلا بكم في قناة حكاوي الغلابة. رسميا المتهم الأول والرئيسي اتغيرت صفته من متهم إلى مجرم، ولذلك بحكم محكمة الجنايات عليه من أول جلسة بالأشغال الشاقة المؤبدة. 1000 مليون مبروك لياسين، 1000 مليون مبروك لياسين. بمعنى آخر مبدأ المتهم بريء إن لم يعد له محل وصف هذا الشخص، فهو مجرم شديد الإجرام. تغليظ العقوبة للإعدام مطلب اجتماعي 100%، وإدخال الشركاء ومعاقبتهم على المساعدة والتستر على هذا الجرم الفاحش. لا يقل خسة ولا وضاعة وحقارة عما ارتكبه الفاعل الأصلي للجريمة. 1000 مليون مبروك لياسين. لا ندري كيف تنام أعين هؤلاء ويمارسون حياتهم، بل يجددون العهد والميثاق مرارا وتكرارا مع هذا المجرم ليستبيح هذا المسكين ذو ال5 أعوام أو ال6 أعوام على مدار عام كامل، ولا يرفق به أحدا منهم. نأمل ألا يأخذهم القضاء بأي عين من رأفة أو رحمة، أو تضاعف لهم العقوبة كما ضاعفوا على هذا الصغير ألمه وعذابه. 1000 مليون مبروك لياسين، 1000 مليون مبروك للمصريين. القضاء العادل أخذ حقه من هذا المجرم الذئب عقبال التلاتة التانيين بإذن الله. إذا بليتم فاستتروا. وهل الاغتصاب بلاء يستر عليه؟ وهل الطفل البريء هو المذنب هنا حتى يطلب منه الصمت؟ كفاية تبرير للسكوت، لأن الصمت في الجريمة جريمة كبرى. الصمت في الجريمة جريمة كبرى. الطفل تعرض لجريمة بشعة داخل مكان يفترض أنه آمن، ألا وهي المدرسة. والمجرم لا دين له ولا ملة ولا عنده إنسانية. القضية مش طائفية أبدا، ولا لا علاقة بالطائفية، ولكن قضية طفل انتهكت براءته بغدر وقسوة. إذا لم تنطالب بحقه اليوم والقصاص، فكيف سنشعر بالأمان على أولادنا في عالم متوحش؟ الجريمة حتما حقيقية. ستر الظالم خنايته والصمت على الجريمة مشاركة فيها. ومن يخاف من فتنة بسبب كشف الحق فليتذكر أن السكوت عنها هو الفتنة الأكبر وسيحاسب عليها. الساكت عن الحق شيطان أخرس. إذا بليتم فاستتروا. كلمة سمعتها النهاردة من واحد بيقول علنا استروا، وإذا بليتم فاستتروا. استتروا في الجريمة ترضاه على ابنك، على حفيدك، على أي حد. دي اللي حبيت أنوهه بس. و1000 مليون مبروك لياسين. حقه رجع. مرفوع الراس مرفوع الراس مرفوع الراس. ارفع راسك يا ياسين، انت أرجل حد في مصر.